الخير استاذه نهى. مساء النور استاذ محمود. انا نهى خطيبة شريف فرج، معيد في كلية فنون جميلة جامعة اسكندرية. معيده في كليه الفنون الجميله؟ لا، شريف هو اللي معيد. هو معيد في كلية فنون جميلة، وممثل المعيدين والمدرسين المساعدين لجامعات مصر، ومقبوض عليه من 24 نوفمبر من البيت. مش عارفين ليه، فضلنا يومين مش عارفين في ايه لحد ما بدأت التحقيقات. عرفنا بعدها انه متهمينه بالتحريض على قتل وقتل متظاهرين وحرق كنيسة وأعمال شغب وعنف في 14/8 و16/8، اللي هو كان يوم خطوبتنا كان 15/8. يا فطبعا احنا سمعنا الكلام ده، اللي هو متأكدين لما يبدأوا التحقيقات هيعرفوا انه كان عندنا في البيت طول اليوم. يعني هي كانت طبعا احداث الفض بتاع ربع، هو مش اخوين ولا ليه اي علاقة بيهم. بس فضل من ساعتها هو لحد دلوقتي في سجن الحضرة، بيتجدد له 15 يوم في 15 يوم، ومش عارفين اخرتها ايه، ولا بيحصل احالة للقضاء ولا بياخد اخلاء سبيل. ده احنا بنتكلم في 3 اشهر تقريبا يا او شهرين ونص. يعني النهارده كمل 100 يوم، وحتى هو يوم ما اتقبض عليه الفجر كان تاني يوم صبح رايح يقدم رسالة الماجستير بتاعته للممتحنين، وكان المفروض طيب عنده يعني وإن كان هذا ليس اتهاما، ولكن سؤال نسأله، هل هو ليه أي نشاط سياسي؟ نشاطه السياسي كان في 2011 بعد الثورة، في إضراب الجامعة وأيام تحسين مرتبات أعضاء هيئة التدريس. وكان هو ممثل المعيدين والمدرسين المساعدين في اسكندرية، وبعدها لما عملوا انتخابات على مستوى جامعات مصر كلها بقى هو الممثل، وكان بيحضر انتخابات كتير. طب انت دلوقتي اجتماعات كتير مع طب انت يا نهى دلوقتي بتشوفي شريف؟ ورئيس نعم نهى، انت دلوقتي بتشوفي شريف؟ انا احيانا بقدر اشوفه في الزيارات، لكن طبعا عشان انا خطيبته فممنوع، يعني عشان مش اقارب درجه اولى. فهم اهله بيقدروا يزوروه كل اسبوع في السجن. بس هم قالوا ان هو يوم 14 و16 كان بيعمل هذه المشاكل، وهو خطوبته يوم 15. بالظبط. احنا يعني طبعا الخطوبه مش بتحدد قبلها بيوم، احنا محددينها قبلها بشهر، وصحينا يوم 14 على الفض زي كل الناس. وجالي البيت من الصبح، طب هنعمل ايه؟ هنأجل الخطوبة ولا هنغير المكان ولا هنعمل ايه؟ وطول اليوم احنا محتاسين مش عارفين هنعمل ايه يعني. وفي الاخر عملناها، بتغيرنا المكان عشان نبعد عن المظاهرات والقلق اللي كان ناحية الشط. فيعني مش معقول 3 شهور ما حققوش، يعني ما بذلوش مجهود انه حتى يعرفوا هو كان فين اليوم ده. يعني شكرا يا نهى، شكرا. الموضوع ملفق ومش منطقي خالص يعني. اشكرك يا نهى. يعني الرحمه بس هقول اكتر من كده. بيقول لك خطوبته يوم 15، يوم هما يتهموه بتهم ارتكب تهم فظيعه يوم 14 و16. قال ده منطق. طبعا الاخ شريف قال الكلام دوت في التحقيقات. ايه اللي حصل؟ الدنيا زحمه، الدنيا مرتبكه، الدنيا بتاع. بس خلوا بالكم سجن واحد ده يعني حاجه صعبه. فاحنا بنناشد النائب العام ان ينظر في هذه القضايا سريعا، نعمل فرز سريع، نشكل لجان تسهر زي لجان الانتخابات كده، تتشكل. شوف ايه حكايته ده، ايه ده عنده ماجستير؟ طب وديه الماجستير يمتحن ونرجعه تاني، يبقى في كلام نتكلم. ما ينفعش ياخد 15 15 15 15 15 15. وليس هذا اعتراضا على النيابه على الاطلاق. النيابه الله يكون في عونها، عندها زحمه جامده جدا جدا جدا. فنعمل ايه؟ نشكل لجان سريعه لحسم الناس اللي في السجون دي، اللي دخلت دي. في منها ناس دخلت غلط في الزيطه، وفي منها ناس اتكتب فيها حاجات مش مقنعه وماشيه. يعني انا لما يجي لي واحد خطوبته يوم 15 ويقول لي ان هو كان بيعمل شغب يوم 14 ويوم 16، مش ممكن اقبل ده منطقيا، يعني بالعقل كده. وبعدين منتخب من زمايله، ولد نشيط وكويس وبتاع وحاجات زي كده. زي ما قالوا في ناس زعلانه، قال انا اتكلمت على دهب وخرجت وبتاع. هو انا قلت دهب خرجوه من السجن؟ دهب لو مع الاخوان اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه زي ما اجرامي، تاخد زي القانون ياخد مجراه. انما قلنا الكلبش ده لا. ما دي المسائل مش قفش كده يا جماعه.
المسائل مش قفش، ومفيش حد دغري كده، ومفيش حاجه. المسائل دي حياه، ولقد خلقنا الانسان في كبد، في مشكله، في حكايه. ناخد عبد الرحمن ده اخر تليفون بقى، لسه عندنا وقت. استاذ عبد الرحمن. الو. اهلا بيك. اهلا.